الهلال في حتة تانية خالص في الوطن العربي، مش بس في السعودية، في الوطن العربي. قلت كلمة يمكن زعلت جمهور الاتحاد شوية، حتة ان الهلال لو هو اللي بيلعب في كأس العالم للأندية، انا مستعد اراهنك لو الرهان مش حرام، الهلال فاينل مع مان سيتي. يعني لو واجه الاهلي يكسب الاهلي؟ انت بتهزر؟ طب الثقة يا كابتن، وروح الفانيلا الحمراء. بتهزر؟ لا، روح الفانيلا الحمراء. يعني انت تيجي تقول لي روح الفانيلا الحمراء قدام مان سيتي مثلا؟ روح الفانيلا الحمراء دي اكيد ليها سقف. وهو مثلا بس في شعور عند المشجع، مشجع الاهلي، انه انا اقوى فريق في الوطن العربي. شوف يا كابتن، هل انت لما تروح الفيديو اللي انت شفتوه لتامر بدوي الحقيقة يعني اقل ما يقال عنه انه حاجة مخزية، حاجة تكسف. لما واحد بيتكلم عن بلده، بيتكلم عن نادي المفروض ان هو بيمثل بلده، وبيحاول ان هو يقلل منه ومن شأنه لمجرد انه يعمل ارضاء او يحاول ياخد اي حاجة من مكتسبة يعني من المكان اللي بيشتغل فيه، فده حاجة بصراحة حاجة مخزية جدا. لما سألوه على نتيجة الأهلي والهلال فقال طبعا يعني ايه، الهلال الأهلي والاتحاد، اتحاد جدة، قالوا ان الأهلي اتحاد جدة هيكسب الأهلي. ماشي، مش مشكلة، ادي توقعات وتعدي زي ما تعدي. لكن كمان في تقليله، يعني لو انتوا بتتابعوا النقاد المصريين والمعلقين المصريين والمحللين المصريين، حاجة بصراحة حاجة مخزية وحاجة تكسف. شفت تعليق المعلق السعودي فهد العتيبي، الحقيقة كان مشرف جدا، ادى للأهلي حقه جدا، اتكلم ووصف أهداف النادي الأهلي إنها أهداف عالمية، هدف عالمي يا حسين الشحات، واتكلم كويس جدا علي معلول. تعالوا شوفوا المدحت شلبي لما بيتكلم وبيعلق على المباراة، فادى الحجة لبنزيما لما ضيع البلانتي. بنزيما حطها ضعيفة، لكن ما قالش الشناوي صدها كويس او الشناوي بطل او وفي نفس الوقت فيه يعني بيميلوا جامد على الاهلي وبيعطوا حق مش موجود اساسا لاتحاد جدة. تامر بدوي بيتكلم، بيقولوا له طيب لو الهلال قابل الاهلي النتيجة ايه؟ قال له انت بتهزر. يعني انت بتهزر؟ يعني النتيجة محسومة لصالح الهلال، ده كلامه. النتيجة 80% لصالح الهلال او 90% لصالح الهلال، ونسى او تناسى ان الاهلي فاز على الهلال 4-0. نفس الوقت الاهلي لسه فايز على اتحاد جدة 3-0. كلام كله مخزي، والناس زعلانة، وراجل عايز يثبت مكانه على اكتاف النادي اللي بيشرفه وبيشرف بلده. فده حقيقة كانت حاجة مخزية جدا، اقل ما يقال عنها انها قلة ادب وقلة ذوق، انك ما تديش قيمة للنادي الاهلي اللي بيشرفك، النادي الاهلي اللي رافع راسك، النادي الاهلي اللي هو زعيم العرب وزعيم افريقيا، والنادي الاهلي الوحيد في العرب اللي بينافس على المستوى العالمي. فده شيء يكسف، اقل ما يقال عنه انه شيء يكسف.